السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه مونكي راندمون فيديو شات. التطبيق ده مساحته 86 ميجا، محمله اكتر من 10 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق تواصل اجتماعي، بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تتعرف على اشخاص جديدة، تقدر تعمل معاهم صداقات، تقدر ان انت تتكلم معاهم مكالمات صوتية، مكالمات فيديو شات، تقدر تعملوا لايفات، تقدر تنزل عليه صور، فيديوهات، تقدر تلعب من خلال التطبيق. برضو بيكون عليه ألعاب. ده بيكون الغرض من التطبيق، وده الفايدة من التطبيق، وده الحاجة الظاهرية للتطبيق. أما الحاجة الخفية من التطبيق ده، إن ده تطبيق من ضمن تطبيقات اللايفات، اللي بيكون الغرض منها استغلال حاجة الشباب، ان هم بيستغلوا الشباب، عايز يتكلم مع بنات، عايز يتعرف على بنات، عايز يعمل علاقات غير شرعية مع بنات، فبيدوهم تطبيقات زي دي او مشابهة لدي. من خلال التطبيقات دي يقول لك خش حمل التطبيق وتتعرف على بنات. بيخش الولد مثلا يتكلم مع بنت، ممكن يكون كلام، ممكن يكون في تطبيقات بتكون جايبه بنات حقيقيه، وفي تطبيقات تانية بتكون جايبه بنات فيك او روبوت. بيتكلم معاهم في بقى يعني جزء من الوقت كده، وبعد كده يقفل عليه المكالمه ويقول له لو عايز تكمل المكالمه تدفع فلوس. فدفع الفلوس ده بقى بتبقى بتتكلم مع بنت حقيقيه. يعني الاعلان اللي في البدايه، اللي هو انت اول مثلا 20 ثانيه، او اول 50 ثانيه، او اول دقيقه، او اول دقيقتين، ده ممكن في تطبيقات بتكون جايبه بنات حقيقيه، وفي تطبيقات بتكون جايبه بنات فيك او هاكر، او واحد بيقلد صوت بنت، او روبوت، او اي حاجه من الحاجات دي. انما اول ما بتبدا تدفع فلوس بيجيب لك بقى بنات حقيقيه ويتكلموا معاك ويجاروك في الكلام، ويعملوا معاك العلاقات عبر الانترنت. وعايز تكمل مكالمه تدفع فلوس تاني، والمكالمه ممكن تقطع في نص الوقت علشان تدفع فلوس تاني وتكمل المكالمه، وهكذا من الحاجات دي. طبعا التطبيقات دي انا ما برشحش ان حد يحملها ولا يتعامل معاها، علشان كلها حاجات تغضب ربنا، وحاجات كلها مش كويسه. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح التطبيق بالنسبه لمميزات التطبيق وعيوبه. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين، رسم لي في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه، اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.